ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض بوريك الافران. وانا عملت فكره جديده ان انا مش هحشيه جبنه وبس، انا هحشيه حاجات تانية. هنا هنجيب بوله فيها هنحط خميره، وهنحط معلقتين سكر، وهنحط نص كوبايه زيت على سمنه، وهنقلبهم معانا كويس. كده هنجيب معلقتين صلصة وهنحطهم على الخليط اللي هو المية والسمنة والزيت، وهنقلبهم كويس قوي لحد ما يختلطوا ببعض. بعد ما قلبناهم هنا معانا معلقتين خل، ودول مهمين جدا للعجين، بيخلي العجينة طرية جدا. بنحط معلقتين الخل ونقلبهم كويس. بعد كده هنبدأ نضيف الدقيق معانا الدقيق نص كيلو، هنبدأ نضيفه بالتدريج، ومعاه طبعا رشة الملح، وهنعجنهم كويس جدا. لحد ما العجينة وصلت معانا بقت بالشكل ده كده، بتلزق شوية وطرية معانا وبتمط. هنسيبها ترتاح نص ساعة ونبدأ نشتغل فيها. هنبدأ نفرد العجينة كويس على الرخامة. انا هنا حبيت افردها واقطعها بالقطاعة عشان تبقى كلها مقاس بعضها، عشان انا لو قطعتها قطع بالكور ممكن يكون حد ما عندوش ميزان فمش هتبقى مقاس بعض. فهنا عندي كمان عملت الحشوة اللي انا قلت لكم عليها، هو عبارة عن لانشون، حبة البركة، زيتون، جبنة تركي، جبنة قريش. طبعا كل واحد على حسب مع اللي هو عايزه يعني، او اللي هو بيحبه. بس انا حسيت ان الحشوة دي هيبقى طعمها حلو جدا في البوريك. هنا انا حبيت اعمل القطاعه اللي هي بتقفل دي، ولو مش عندك مفيش مشكله بتقفليها عادي خالص من زي البوريك كده، بتقفليه خالص، وبعد كده بتحطيه في الصينيه. يعني دي مش اجباري القطاعه دي، هو بس انا عشان حابه ان هو كله يبقى شبه بعضه يعني. كده بعد ما خلصنا كل الكميه هنبدا ندهنها لبن وشوية سكر عشان خاطر يبدأ يلزق عليها حبة البركة والسمسم. هنبدأ ندهن كل العجينة معانا. بس هنا رشينا بقى حبة البركة بالشكل دوت معانا. وهنا انا رشيت سمسم عشان انا عملت بالجبنه الساده خالص، واللي بحبة البركه عشان خاطر انا عملت الخليط بتاع اللانشون. هنا دخلتها الفرن، قعدت ربع ساعه او تلت ساعه، مش بياخد وقت كتير في الفرن. لو عجبتكم الوصفه متنسوش تشتركوا في القناه.